الرفاق رفيقات صاروا صفة. رفيقات بالمسيرة لا حدا يضل على طرف الرصيف. والاشورية والسريانية نطالب بحرية قائد العمل بيسر الجيش النوبة. وجلال انت الحبيب يفعل بالعدا تعليم. في بداية فعاليتنا إلى الذين لولاهم ما وقفنا. العظيم القائد الذي أراد أن يصنع أمة ديمقراطية حرة التي يرفضها ذوي السلطة والعنصرية، الذي يريد أن يصنع أخوة الشعوب ليكن وطنا واحد لا تفرق بينه. لكن الطاغين يرفضون هذا الفكر لأنه فكر إنساني أخلاقي ثقافي، وهذه الصفات يفتقرونها لأنهم ذوي مصالح. وراس العين وتل أبيض من اعتداءات وانتهاكات بحق شعبها من نساء ورجال وأطفال، وهذا من أجل إفشال ما سعت له ثورتنا، هذه الثورة التي أسسها القائد العظيم آبو، وأعطانا هذا الفكر العظيم لبناء أمة الشعوب بكافة الطوائف والمذاهب. كيف انتصرنا؟ انتصرنا بفضل نظريات وأفكار القائد عبد الله وجلان، ووجدت هذه الأفكار وهذه النظريات أناسا شرفاء هم قادة قوات سوريا الديمقراطية. محمود